أعزائي المشاهدين، النهارده معانا ضيف عزيز جدا على قلوبنا، وهو دكتور حسام علي، خبير العلاقات الأسرية واستشاري التنمية البشرية. أهلا بيكي دكتور. اهلا وسهلا بيكي واهلا بيكم جميعا. الحقيقة ان انا كنت حابة ان انا اتكلم النهارده في كذا سؤال يعني. اتفضل. تمام. بيشغل بالنا كلنا كبنات وكستات. اول حاجة طبعا العلاقات البشرية احنا عارفين ان هي اتعملت لسعادة الانسان. يعني ان يبقى ما بيننا رحمة ويبقى ما بيننا مودة وهكذا. لو كانت العلاقات دي فيها نوع معين من الاذى او علاقة ضارة، امتى ان انا اعرف ان العلاقة دي، يعني امتى اقول ان انا في علاقة سامة؟ العلاقه دي بنعتبرها علاقه سامه وبتسبب لي الاذى والضرر لو العلاقه دي كان فيها عنف كتير، لو كان فيها اذى كتير، لو كان فيها ضرر كتير، لو انا طول الوقت ببرر، طول الوقت بدافع، طول الوقت خايفه، طول الوقت قلقانه، فانا حاسه بالالم، حاسه بالضرر، وبحاول ان انا اكمل العلاقه وبحاول احسن العلاقه، وبحاول اتفاهم، وبحاول اتواصل، وبحاول انبه الطرف الاخر، والطرف الاخر ما بيستجبش ومصمم ان هو يتعامل بنفس الطريقه، لان بعض الشخصيات بيكون عندها نرجسيه، بيكون عندها غرور، بيكون عندها مشاكل في نفسيتها، فبتنعكس على العلاقه وعلى الطرف الاخر. فهنا مهم جدا ان انا اكون حذره قوي لما تبان لي خطوط حمراء في اول العلاقه، لما يبان الشخص التاني ما بيهتمش بالاخرين، بيجرح الاخرين، بيهين الاخرين، ما بيحترمهمش، ما بيهتمش بيهم، عنده الانا والغرور والايجو عنده عالي جدا، لا ده مش بيهتم بيا، مش بيسمعني، مش بيحترم الاخرين، لا ده تعامله كمان لو شفته بيتعامل مع الاخرين بشكل سيء. ودي مشكله بتقابلنا كتير جدا، ان بعض البنات او بعض الستات في بدايه العلاقه بتشوف هو سيء جدا مع الناس التانيه كلها، بس هو بيتعامل معاها كويس عشان هي لسه في مرحله الاعجاب ومرحله الاهتمام، وفي بدايه العلاقه، وفي البدايه حلاوه البدايات زي ما بنقول، فبيبقى عندها امل ان هو هيبقى مختلف معاها وهيتغير معاها. فمثلا بقول لها طب انت في اول علاقه ما لقيتيش المعايير دي او ما لقيتيش المحاذير دي؟ قالت لي لا. أنا طب هو كان بيتعامل مع الناس ازاي؟ قالت لي كان صعب جدا مع كل الناس بس معايا انا مختلف. فبقول لها دي معايير خطر جدا، لان دي طبيعته، لكن انت عشان لسه هو عايز يكسبك، لسه هو حريص عليكي، فمش بيستثناكي من التعامل دوت. لكن اول ما هتختلفوا، اول ما يكون في خلاف، هتطلع طبيعته الحقيقيه. فلو انا شفت طبيعته عدوانيه او طبيعته مؤذيه او بيتلذذ بايذاء الاخرين او باهانتهم او جرحهم او كان عنيف في تعامله مع الاخرين، وابتدى ده كمان ينعكس عليا، لا انا هنا بقى لازم يكون ليا وقفه، ولازم احدد انا هكمل في العلاقه دي ولا لا، هل هينفع الشخص ده يتصلح ولا لا، هل بيدي مجرد وعود كاذبه، لان للاسف بعض الرجاله او بعض الاشخاص عشان يكمل في العلاقه بيدي وعود كاذبه، وعود براقه، انه لا هيتغير وانا هبقى مختلف علشانك، وهسيب كل الحاجات الضاره دي علشانك، وهبقى كذا معاكي انت وكذا، عشان هو عايز يكسب العلاقه. اول ما بيكسبها بيبتدي يطلع الجانب السيء، الجانب المؤذي، الجانب المؤلم، اللي بتبتدي تتصنف منه البنت بعد الجواز ومش عارفه تعمل ايه. وهنا برضو خطأ تاني، انها دلوقتي قبل الخطوبه شافت العلامات دي وكملت، بعد الخطوبه شافتها وكملت، بعد الجواز شافتها وكملت. هنا لازم تلجأ تاخد خطوات، تحاول تصلح، ما تصلحش ترجع لأسرتها، ما نفعش ترجع لحد متخصص عشان تاخد القرار، لأن بعد الاستمرار في العلاقات السامة دي كان بيكون ثمنه حياتنا، قد بيكون ثمنه حياتها، قد بيكون ثمنه حياة أطفالها. لو شخص فعلا توكسيك، شخص فعلا نرجسي، شخص فعلا مؤذي أو عنيف، فده ممكن بيدمر علاقتها بنفسها، علاقتها بأسرتها، علاقتها بأولادها، فتبتدي تنهار وتكمل في سلسلة من الألم والعذاب. وهنا بننصحها لأ، لما تشوفي العلامات الحمراء، لما تشوفي الخطوط الحمراء دي، اقفي عندها، حاولي تشوفي حل، حاولي تشوفي علاج، الجئي لحد مختص، حاولي تاخدي قرار قبل ما يفوت الأوان عشان تقدري تكملي حياتك بسلام. واوعي تختاري شخصيات سامة، اوعي تكملي في علاقة سامة، اوعي تكملي في علاقة مؤذية. ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي الخطوات اللي احنا نعملها عشان احنا نقطع العلاقه دي، بحيث ما يكونش قطع العلاقه دي تم بصفه مره واحده فيبقى ليه رد فعل سلبي جدا من الطرف التاني؟ اول حاجه مهمه جدا 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 نفكر كويس قوي قبل ما نقطع العلاقه، ونختار الاسلوب والطريقه المناسبه بدون جرح الاخرين، بدون ايذاء الاخرين، بدون الام الاخرين، بدون التقليل من كرامه الاخرين. لان انا لو جرحت الطرف الاخر وانا بسيبه، او المته او اذيته او قليت من كرامته او هاجمته بشكل عنيف جدا،
او ان انا صدمته ان انت عندك كذا 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 وفيك مشكله كذا كذا كذا، وابتدت تجرحه او تهينه، فهنا تحول الموضوع لعداء شخصي. ممكن هي تنسى الموضوع وتفتكر الموضوع خلص، لكن ممكن بنلاقي بعض الاشخاص اللي بتبقى مريضه او مؤذيه حول الموضوع لهدف شخصي بالنسبه له ان ينتقم من الطرف الاخر، ودي بتبقى حاجه بشعه. وشفنا ده حوادث حقيقي حقيقيه حصلت الفتره الاخيره. ان هو الشخص دوت بيركز حياته كلها ان هو ينتقم منها، لدرجه ان في بعض الحالات اذاها بدنيا، او بعض الحالات وصلت ان هو دمر حياتها بشكل نهائي. صح. فمهم جدا اختار الطريقه، مهم جدا لو انا حسيت بالخطر ده الجا لاسرتي، مهم جدا ان احنا نختار الاسلوب، مهم جدا ان انا ابلغه دوت بشكل ما يجرحوش ما يهينهوش. ممكن انا مش تمام. اوكي انت حد كويس في كذا وكذا وكذا وكذا، بس انا ظروفي او وضعي او عيلتي او كذا، انا مش هقدر اكمل الظروف الفلانيه من غير اي اساءه ليه. يعني ايه؟ يعني مش شرط ان انا عشان اسيب فلان او فلانه ان انا ابقى وحش او هو وحش، لا، ممكن ان انا مش مرتاحه في العلاقه، مش حابه اكمل، مش هقدر اكمل. ممكن احنا الاثنين كويسين بس احنا الاثنين مش متناسبين مع بعض.